قالت مصادر للجزيرة في ليبيا أن قوة مسلحة تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر سيطرت على المنفذ الحدودي أيسين بين ليبيا والجزائر، وأعلنته منطقة عسكرية يمنع التحرك فيها. قالوا فشل القوى الضاربة. نقراو واش كتبوا. الجيش الليبي يسترجع ولاية ليبية اقتطعها الاستعمار الفرنسي من ليبيا وضمها للجزائر الفرنسية. ثم قال ماذا الجزائر قوة ضاربة. وهضروا مع حفتر كتقطع فيكم طريفة. ها هي بدات كتدخل لكم من تما وهزات ولاية ردتها لعند عرفتي ولاية راه ولاية. هضر المجتهد والو ما تقدروش تهضروا دابا. المروك ما قاسكمش وكتنبحوا وتضربوا فيه، هذوك كيقطعوا لكم في بلادكم ما تقدروش تهضروا. ونشرت قيادة اللواء 128 معزز التابع لقوات حفتر صورا لتمركز قوته في المنفذ، وقالت إنها تعزيزات وصلت إلى منطقة الحدود الجزائرية مع ليبيا. مزيان يدقدقوهم من تما. ندوزو الفيديو آخر. قالك شحال ما بقى غيصيفطوه ريفولي. شفتوا كيفاش كان كينقز وكيحنقز. شفتوا كيفاش كان كيحنقز. وهذا عرفتي شكون غادي يخرج على ذاك الدري؟ هو باه في التصريحات ديالو، في التصرفات الصبيانيه، التبرهيج ديالو. واحد التصريح قالوا ليه واش ولدك حسن من ميسي؟ ايوا زعما كون دبلوماسي وكذا. ودي ميسي لاعب كبير وولدي عاد بادي، ما يمكنش نقارنوا بيناتهم كاع باش تفادات حرج هذا وهذا. قال لهم ولدي احسن من ميسي. صافي ماركتي ضد فرنسا راه ميسي عيا ما يحرت التيرانات طالع مركي نازل مركي مركب في كاس العالم، مركب في كاس زعما البطوله الامريكيه، مركب في الدوري الاسباني، مركب في الدوري الامريكي، حصد كاع الالقاب وتخرج انت مسطي وجهك مسطي كتقول لهم ولدي احسن من ميسي. كديش غادي يخرج عليه بحال هذا ما عارف يهضر ما عارف وجاي كيحلقز ويمشي يسلم على هذا ويسلم على هذا ويعنق هذا وينقز لهذا. مالك كالما. شو الضربه ضرات وخصك انت شوف تثبت الارض وخص الناس يجيو يتصوروا معاك وعطي قيمه لراسك بهذا المعنى هذا. دوزو الفيديو اخر. لا حول ولا قوه الا بالله. اصح من اللي جبت معاك الهم، الزمان، الجوع، الميزيريه، الخلاوه، ما بحرنا معاك، ما كلينا معاك، ما شربنا معاك، ما حوزنا معاك، ما عشقنا معاك، ما عمنا معاك. ودابا الغريب في الامر ان وجهه صحيح كيقول لهم غادي نترشح لولايه اخرى. دوزو الفيديو اخر. لو كان ما قبلتوش الشروط ديال فرنسا، لو كان ما كانش غادي تكون دوله اسمها الجزائر. فرنسا ما خرجتوهاش بقوه السلاح كما راكم فرعين مع الراس يوميا في المواقع وفي الواقع وزيد. فرنسا خرجت باستفتاء لتقرير المصير لفاتح يوليوز 1962 كما راكم تشوفوا هنا. نيشان راه ما كاين لا حار. ديك مليون ونص ما عرفت واش قتلوا بعضياتهم، واش دار لهم شي سم، واش انت راه خرجت بالاراده ديالها. عيات قالت لهم صافي بارك عليك. شوفوا واش كتقول على من صوتوا الجزائريين فاتح يوليوز 1962. شوف على من صوتوا. هل تريد أن تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا؟ يعني بغيتوا تولوا دولة مستقلة صح بشرط تتعاونوا مع فرنسا، لكن كي داير هذه المعاونة اللي تتعاون مع فرنسا حسب الشروط المقررة في تصريحات 19 مارس 1962. كيقصدوا بهذه التصريحات هما اتفاقيات إيفيان لي زاكور ديفيون. ومن بين أكبر البنود اللي كاينين في اتفاقيات إيفيان هي أن فرنسا تساعد الجزائر بالنهوض بالاقتصاد ديالها، وفي المقابل فرنسا تستغل الثروات الطبيعية اللي كاينة. ومازال كتستغل الثروات الطبيعية ديال الجزائر، ومازال الجزائر ما قدرش تهضر، ما قدرش تتكلم في الجزائر. ومن أهمها
المحروقات اللي كاينه في الصحراء ديال الجزائر. يعني ما كاين لا استقلال لا والو. فرنسا باقيه موجوده وباقيه كتستغل الثروات الطبيعيه ديال الجزائر اللي هي في واقع الامر كتعتبرها كمقاطعه فرنسيه. تحياتي لكم ونهاركم مبروك. دوزو الفيديو اخر. فين وصلنا هذا. دوزو الفيديو اخر. والله غير تكملها هنايا ها. داروه في الطرو ديال الزبل. شكون هذا؟ هذا تبون شنقريحه خالد النيزري دوك الجنرالات والكابرانات. والله عيب قدام الناس برك راح تطلع عليه. الى مزبله التاريخ. وجرى الكاميو ديال الازبال ياك هادو صرعوا هادو. شنو وراهم مزبله التاريخ ياك. اسحب ليكم الى مزبله التاريخ. والله الا مزبله التاريخ. والله تكملوها في البيدوت على قباله. حكايه قلت لي الطريق كان غير يدك تطيح والكلام النبي راه ناضي. شو الطريقه باش تفزو؟ شوف تلقى دابا العافيه كتشعل في تبون باش كيتبان. والله تكملوها في البيدوت على قباله. حكايه والله يا جنرال الرخص. استناو لحظه الصفر هاديه لا محاله منها. مسكين بدا الشيف في شعره. بدا الشيف في شعره في لحيته الاخوان. بدا كيكبر طاري مسكين. استناو لحظة الصفر هادية لا محالة منها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم الكبرانات. إخوان وصلنا لآخر هذا الفيديو. تحياتي لكم. ديما مغرب ولا عزاء للكراغلة. ديما مغرب من طنجة إلى القويرة. السلام عليكم.